عشان السمكره اكتر مجال فيه نصب، ويا اما يجيب عربيتك تحت الارض يا اما يحافظ لك على قيمتها ويرفعها السما، ويعرفك مين اللي ممكن ينصب عليك ومين اللي بيراعي ضميره. ودي ادوات بي دي ار برضو عشان ترش على اللحمه على طول من غير بطانه ومعجون، وعشان ترد على البارد من غير ما ترش عندك بي دي ار شفط الهواء، وعندك بي دي ار الشمع. ودي ادواته وبتستخدم على حسب الخبطه عامله ازاي. تعرف من المركز الجامد من العادي هو جايب جهاز ضبط الزوايا هنا عشان خاطر لو لا قدر الله في خبطه في العفشه يعرف يرفع المقاسات بالملي مظبوطه، مش محتاج ينقل العربيه من مكان لمكان او يعمل تجربه ويقيس بدماغه. كل الادوات اللي بتستخدم في الزرجينه والجهاز بتاعها موجوده، ده عادي. اما اللي مش عادي بص كده، قليل جدا لما تلاقي مركز جواه الكابينه جوه المركز. الكابينه دي من افضل الكبان اللي موجوده، فيها شفط هواء من تحت ومن فوق، وفيها سخن، وفيها اضاءات في الجناب ومن تحت وعلو. بيستخدم لك الخامه اللي على قد ظروفك انت، من اول الكبسي لحد السكنز. كل اللي انت تتخيله موجود، فما تروحش تسترخص وانت مش فاهم ايه الفرق ما بين الماكسماير والكبسي عشان الفرق بعيد قوي. يعني الباب ده مثلا لو انا هرشه سكنز ممكن يدخل في 5-6000 جنيه، ولو انا هرشه كبسي ممكن ما يعديش ال 2000 جنيه. ده فوق كده كمان ده في طرق جديده في النصب، بقوا بيرشوا كبسي ويرشوا الورنيش سكنز عشان خاطر يقول لك انا رشش سكنز. صعب تلاقي ورشه سمكره ودهان بالامكانيات دي جوه مركز خدمه متكامل. تسترخص ولا تلف ولا تدور، عايز ترجع عربيتك زيرو من غير ما يتنصب عليك ولا تشقى، اسال محرم وانا هدلك. سلام.